حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. رحت النهارده يا جماعه سوق شارع القاهره. طبعا السوق دوت مشهور جدا في اسكندريه، في سيدي بشر اللي ما يعرفوش. تمام. رحنا بقى اشترينا فيه منه شويه حاجات. طبعا الاسعار فيه غاليه وفيه رخيصه، فهقول لكم كل حاجه دلوقتي بسعرها. جبنا اول حاجه، طبعا هوريكم عشان اشيلها بقى، عشان ما ينفعش، دي ممنوع ان هي تبان. جبت السكينه ديت ب10 جنيه، حلوه قوي وحاميه، تنفع الفراخ واللحمه. وجبت فوط المطبخ ديت اللي ما نقدرش نستغنى عنها. الفوط ديت 20 جنيه، فيها حوالي 5 فوط وفيها الالوان بتاعتها تحفة. جبت الفوط الفايبر ديت الواحدة ب10. الفوط ديت عندي منها ياما، بس الالوان دي الصراحة اللونين دول ما عنديش، فانا جبت اللونين دول يعني عشان ناقصين من عندي. جبت بقى كيلو الطماطم كان ب7 جنيه ونص، جبت ال2 كيلو ب15 جنيه. وجبت بقى نص جزر ب3 ونص خيار ب5. الصراحة ما رضيتش اكتر بقى في الحاجات اللي انا جبتها. السفندي بقى كان جميل وطعمه زي العسل، جبت الكيلو ب8 جنيه، يعني جبت الكيلو وربع ب10 جنيه. جبت بقى كام؟ جبت 3 كيلو وخدتهم ب25 جنيه. شايفين لوكا يا جماعة؟ لوكا عمالة تجري، انا لسه واخدة بالي منها دلوقتي في الفيديو. رحت بقى عند العطار، جبت كيلو المكرونة غليت وده اللي مزعلني. يعني المكرونة بقى ب33 جنيه. جبت كيلو مكرونة باكيتي، مرضتش بقى اجيب برضو المكرونة العقل بقى والحاجات التانية. وجبت نص شعرية بس كده. وجبت بقى ازازة الزيت دي الصدمة ليا. الازازة دي الاول كنت بجيبها ب35، اتصدمت لما قالت لي ب75 جنيه. يعني مش عارفة. فالمهم بقى جبتها، الزيت والسمنة خلصوا من عندي، فانا قلت اجيبها بقى وخلاص. هو الزيت دوت اسمه هدية، الزيت ده اول مرة اجيبه، فمش عارفة بقى اذا كان زيت حلو ولا لأ. وجبت بقى العطارة يا جماعة، انا بحب طبعا اجيب العطارة ديت سايبة يعني. جبت بقى فلفل اسمر وكمون وشطة. ده قشر سفندي، كنا بناكل سفندي في العربية فحطينا القشر في الكيسة كده، مرضناش نرميها في الشارع. وشوية الكركديه الصغيرين اللي انتوا شايفينهم دول ب5 جنيه. يعني الست كانت مستغربة قوي، ب5 جنيه كركديه. قلت لها ما هي دي ال5 جنيه اللي اتبقت معايا، فهاتي بيها كركديه بدل ما اروح بيها. راحت عطاني بيهم شوية اللي انتوا شايفينهم دول. بصوا بقى الزبدة القمر ديت كانت الكيلو ب120. فانا لقيت الحتة ديت في الكيسة كده على جنب لوحدها، فانا قلت لها اوزنيلي دي شوفيها هتقطع قد ايه. فوزنتها لقيت سعرها 21 ونص. فانا قلت لها طيب خدي 20 اهو. ورحت فصلت معاها في الجنيه ونص. هي الصراحة ما اتكلمتش، قالت لي خلاص تمام. وجبت بقى من عندها ب15 جنيه جبنة قديمة، بس شكلها زبدة كده، شكلها تحفة. بكرة بقى ان شاء الله نعملها كده للولاد بالجزر والفلفل وبقدونس. هبقى اعملها كده قدامكم واوريكم انا بعملها ازاي. بعملها بالحاجات ديت وبحطها في علبة واحطها في التلاجة، اللي يجوع يعمل له ساندوتش منها وياكلها. بس بجد بيبقى طعمها يعني جميل جدا. واحدة الماجي دي بقى بقيت الفلوس بتاعتي، قالت لي خدي الباقي اهو. قلت لها ماشي هاتيها. جبت بقى باسكت الزبالة دي اعزكم الله. السعر دوت ب180. ده اقل سعر لقيته عندهم. يعني فوق بقى ب250 و300 بس طبعا هي انواع، يعني النجمة والهلال هو اللي غالي، لكن دوت انا مش فاكرة اسمه الصراحة. هو قال لي على اسمه بس انا نسيت اسمه. فالمهم لقيته ده ارخص حاجة فجبته بقى. بس كبير حلو يعني ياخد كمية. يعني لو قعد يومين 3 كده عادي. الاول بقى كنت بحط القمامة بتاعتنا ازاي. كنت جايبة، عارفين جردل البوهية دوت الكبير الابيض ده، فهو دوت بقى. كنت جبنا ايه كمان؟ جبنا مناديل مطبخ وجبنا المناديل العادية. المناديل ديت نوعها ايه؟ هما 2 ب20 جنيه.
وجبنا المناديل العادية ديت 700 منديل ب25 جنيه، بس نوعها حلو قوي. اما المساحة بقى اللي مغلباني ديت، اللي انا مش عارفة يعني استعملها ازاي، ولا عارفة اشيل الفوطة بتاعتها ازاي. من ساعة ما جبتها عمالة اجيبها يمين واجيبها شمال، مش عارفة اشيل الفوطة بتاعتها خالص. المهم جبتها ب65 جنيه. لو حد يعرف يا جماعة الفوطة دي بتتشال ازاي، لو حد يعرف يكتب لي تحت في الكومنتات. وهو ده الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه ولا 1%. ما تنسوش بقى حبايبي اللايك على الفيديو، كومنت حلو كده منكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. مع الف سلامة.